سلام بنات، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد من البودكاست ديالنا تولك ويد مارو. اليوم عندنا فيديو جديد وموضوع جديد، موضوع مهم بزاف. ولكن قبل بغيت نرحب بكم كاملين الناس اللي انضموا لينا جداد في القناه. بغيت نشكركم على لي كومونتير ديالكم، على الدعم ديالكم الزوين واللي ما كيساليش واللي غادي مستمر. الحمد لله القناه ديالنا غادا كتكبر بشويه بشويه، وكنشكركم حيت متابعيني، حيت كتتابعوا الجديد واخا كنتعطل عليكم شي شويه. فما نطولش عليكم اليوم ونقول لكم الموضوع اللي عندنا. الموضوع ديال اليوم واحد الموضوع مهم بزاف، واللي كيتعلق مباشره بكيفاش كتشوفي راسك، كيفاش كتحسي بقيمتك، وبالضبط الاستحقاق ديالك. شنو هو الاستحقاق؟ الاستحقاق هو هذاك الاحساس اللي كتحسي به من العمق، من الداخل ديالك كيجي، واللي كيعني انا كنستاهل الحب، كنستاهل النجاح، كنستاهل الاحترام، كنستاهل الافضل في الحياه، بلا ما نبقى نبرر ولا نطلب الرضا ديال الناس، ولا نبقى نعطي مبررات لشنو كندير ولا علاش كنستاهل هادشي كامل. فكتعريف الاستحقاق هو هذا. في التعريف العلمي ديال الاستحقاق، علم النفس كيصنف الإحساس بالاستحقاق كجزء من الصحة النفسية الإيجابية. كاين واحد الباحث معروف سميتو ناتاليان براندن، دار أبحاث على تقدير الذات، ولقى بأن الناس اللي عندهم استحقاق قوي أو لا إحساس قوي بالاستحقاق عندهم فرص أكبر أنهم يحققوا الأهداف ديالهم ويختاروا علاقات صحية، وما يخليوش الناس يذلوهم، كيختاروا كيفاش يدوروا راسهم بالناس المزيانين. وواحد دراسة أخرى منشورة في Journal of Personality and Social Psychology بينات أن الناس اللي كيحسوا أنهم كيستاهلوا الأفضل كيتعاملوا مع راسهم ومع الآخرين بطريقة أكثر توازن وأكثر ثقة. فالجزء الثاني اللي غنشوفه في هذا الفيديو هو علاش هذا الاستحقاق مهم للطاقة الأنثوية. البنت ملي كيكون عندها إحساس منخفض بالاستحقاق كتولي كتجري باش كترضي الناس، كتخاف تقول لا، كتقبل أقل من اللي كتساهلو، وهذا الشيء كيقتل الطاقة الأنثوية ديالها. علاش؟ حيت كتولي فعالة بزاف، كتخدم بزاف، كتضغط على راسها، كتعطي الدرك لراسها كيف ما كنقولوا، وكتفقد الجاذبية ديالها الطبيعية. في حيث أن البنت اللي كتآمن براسها وكتخلي الطاقة ديالها تمشي فيها بسلاسة كتجذب الناس بطريقة هادئة، كتعرف القيمة ديال راسها، وكتولي كتجذب رجال ونساء كيقدروها، ماشي كتطلب الاهتمام ولا كتستجدي بداك الاهتمام، لا، كتولي كتعرف القيمة ديالها، الطاقة ديالها كتمشي فيها بسلاسة كيف ما قلت، وداك الشيء كيجي ليها without effort، بلا 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 ما تامبوزي راسها، بلا قوه وبلا مجهود. كيوليو الناس كينجذبوا ليها، كيعرفوا القيمه ديالها وكيشوفوا القيمه اللي هي كتعطي لراسها. غادي تقولوا لي كاملين كيفاش نقدروا نرفعوا من الاستحقاق ديالنا. عندي لكم واحد الخطوات سهله، وإلا تبعتوهم كونوا اكيد انكم غادي تشوفوا الفرق. ولكن هاد لي زيتاب اللي غنعطيكم ولا هاد الطرق اللي غنعطيكم، هاد الخطوات خاصكم تكونوا متابرين فيهم. النتيجه ما غتبانش لك من هنا سيمانه ولا 2 سيمانات، لا، النتيجه غتبان لك الا كنتي متابره، وإلا كنتي كتحسي اكزاكتومون بالقيمه ديال راسك وكعارفه راسك شنو كتسواي. فما نطولش عليكم ونبداو. اول حاجه هي انك خصك تراقبي الحوار الداخلي ديالك. واش كتقولي لراسك انا ما كنستاهلش؟ واش كتعطي لراسك واحد لي زافيرماسيون نيجاتيف اللي كتخلي ان داك الاستحقاق ديالك كيولي هابط بزاف، كينقص؟ فمثلا في عود ما تقولي انا ما كنستاهلش هادي وما كنستاهلش هادي، بدليها بانا كنستاهل الافضل بكل حب وبكل سلام. اعطي لراسك واحد الكلمات ولا واحد الجمل اللي هي ايجابيه. تاني خطوه، كتبي لائحه ديال الحوايج اللي كتستاهليهم، بحال الحب، النجاح، الصحه، الراحه، وعلقيها في بيتك. بحال هكا كل مره غادي تشوفيها غادي تذكري راسك بالحوايج اللي كتستاهليهم واللي بصح كتستاهليهم وكيفكروك في القيمه ديال راسك. ثالث خطوه، ما تقبليش الفتاه.
سواء في العلاقات، في الشغل، ولا حتى في طريقة تعاملك مع راسك. شنو هو الفتاة؟ ما تقبليش داك دوك البقايا او كيف ما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا، ما تقبليش على راسك شي حاجه اللي شايطه، لا. سواء في العلاقات ديالك، سواء في العمل، سواء في الطريقه ديال التعامل ديالك مع راسك، ما تقبليش بالقليل. انتي كتستاهلي اول حاجه، كتستاهلي اكثر حاجه زوينه في هاد الدنيا هادي. دونك علاش غادي تقبلي باخر حاجه كتجيك؟ علاش تقبلي بداك الفتاه الصغير اللي كيبقى من كلشي؟ لا، هذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. رابع واخر خطوه، وهي خدمي على نفسك من الداخل. كيف ما كنقول لكم وكنعاود نقول لكم، التامل ولا لا ميديتاسيون كتعاون بزاف. الجورنالينغ حتى هو، كتبي من تفيقي الصباح يكون حداك مذكرات ديالك مع قلم صغير ولا ستيلو صغير، وان فوا تحلي عينيك غادي تكتبي اي حاجه جاتك على بالك. كاين اللي كيفضل ان الجورنالينغ يديروه بنهار، كاين اللي كيفضل انه يديرو اخر حاجه قبل ما ينعس، كمسا كتحطي كاع داكشي اللي وقع معاك بنهار. هادي هضرنا عليه في الفيديو ديال الذكاء العاطفي اللي غادي نخلي لكم لو لين ديالو في الديسكريبشن لتحت. الذكاء العاطفي وحتى الاستحقاق واحد جوج ديال الحوايج اللي كيمشيو مع بعضياتهم، كيمشيو اون باراليل مع بعضياتهم. الا جيتي حتى الاخر ديال النهار ديالك وحطيتي النهار ديالك كيفاش داز باكزاكتومون الاحاسيس اللي حسيتي بهم، كتشرحي دوك الاحاسيس وكتصنفيهم وكتعرفي علاش حسيتي بحال هكا وعلاش حسيتي بحال هكا، كتعرفي بذكاء كيفاش تخرجي راسك المره الجايه من هذوك لي سيتوياسيون وكيفاش تحسني من راسك اكثر. فهذه تاني حاجه. ثالث حاجه وهي خاصك تعالجي هذيك الطفله الداخليه ديالك. كيف ما كنقولوا هذاك الانر تشايلد اللي عندك الداخل خاصها الهيلينغ، خاصها العلاج. عالجها حيت خاتبداي منها هي باش غادي تكون عندك واحد الاستحقاق اللي هو عالي، واحد الطاقه اللي هي عاليه، واحد الجاذبيه العاليه. الا كنتي انت مجروحه من الداخل، الانر تشايلد ديالك مجروح من الداخل، ما غاديش تقدري تعطي لراسك هذاك الشيء اللي باغا نتيا، ما غاديش تقدري تزيدي القدام وديري شي خطوه الا كنتي نتيا ما متشافياش من الداخل. هاد الحوايج اللي قلتلك بيان سور هادو حوايج قلال، كاين بزاف 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 ديال الافكار اللي نقدر نبارطاجيهم معكم في انستغرام من بعد، كيعاونوا بزاف انك ترجعي لذاتك الانثويه الحقيقيه. فانا فريمون كنشجعكم انكم تبداو ديروا لا ميديتاسيون، تبداو ديروا الجورنالين، وتبداو رحلتكم ديال العلاج ديال الطفل الداخلي اللي فيكم. وفي الخاتمه صديقاتي وحبيباتي واخواتي، الاستحقاق ماشي تكبر، الاستحقاق هو انك ترجعي لروحك، تحسي انك كافيه، انك كتستاهلي الافضل، وتعيشي حياتك من طاقتك. تكون عندك واحد الطاقه اللي كتقدري تشبعي بها راسك قبل ما كتقدري تشبعي بها ناس اخرين، ماشي من الخوف ولا من القلق، لا. خلي في بالك دائما بلي البنت اللي كتعرف القيمه ديالها وكتكون مغناطيس للجمال وللنجاح وللحب الحقيقي. الى عجبك الفيديو خلي لايك وبارطاجيه مع اي بنت خاصها تفيق القيمه ديالها وخاصها توعى بالقيمه ديالها. وكتبوا لي في التعاليق شنو هي الحاجه اللي حسيتي انك ما كنتيش كتعطيها لراسك، اولا كنتي مضيعها في راسك، كنتي مضيعه حق ديال راسك فيها. كنشكركم بزاف على الاستماع ديالكم،